مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. الاحتفال بعملية فنقل يوم السبت القادم. زراعة الأسماك في سد حشفيراي. الإريتريون في جنوب السودان يتبرعون للتصدي لوباء كورونا. الكونغو الديمقراطية تسجل إصابة جديدة بالإيبولا. واشنطن تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم، وطهران تدعو لرفع العقوبات أولا. و18 قتيلا وأكثر من 200 مفقود جراء انهيار جليدي. أعلنت لجنة تنسيق الاحتفالات بأن الذكرى 31 من عملية فنقل سيحتفل بها يوم السبت 13 من فبراير عبر الفضاء الافتراضي هذه السنة نتيجة الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا. تجدر الإشارة إلى أن العملية العسكرية البرية والبحرية المنسقة التي أطلق عليها فنقل قد جرت من 8 وحتى 10 من فبراير من عام 1990، وهزمت جيش العدو الاستعماري الكبير الذي كان مرابطا في المنطقة، وحررت مدينة مصوع. وتشتمل فعاليات احتفال فنقل هذه السنة المنظم تحت شعار فنقل للأجيال، وضع أكاليل الزهور على نصب الشهداء ومناشط ثقافية. وستنقل فعاليات الاحتفال في فترة ما بعد الظهر عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية. أوضح السكان بأن الأسماك تنمو جيدا في سد حشفيراي المشيد لحل مشكلة مياه الشرب والسقي وتنمية المياه الجوفية. وذكر السكان أنهم كانوا يرتحلون بعيدا لجلب المياه غير الصالحة، وقد انتفت المشكلة بعد بناء السد. ويعتبر سد حشفيراي الأكبر من 11 سدا مشيدا في مديرية حقات، وتجز المياه طوال السنة ويسهم في تنمية الغطاء النباتي والحياة البرية. وأكد المشاركة الفاعلة في أعمال إزالة الطمي الذي تراكم على السد. ويقدم سد حشفيراي الواقع في ضاحية فانا الخدمات لقرى أجد صعدة وشلشل وعد الأمين وحشفيراي وقرى أخرى. تبرع الإريتريون المقيمون في جنوب السودان في الجولة الرابعة من التبرع بأكثر من 79 ألف دولار أمريكي وأكثر من 2,700,000 جنيه جنوب السوداني للتصدي لوباء كورونا في البلاد. وجاء التبرع بمبلغ 2000 دولار أمريكي من العاملين في منظمة الأمم المتحدة وعمال مختلف المؤسسات ب41,136 دولار أمريكي وحوالي 2,700,000 جنيه جنوب سوداني، ومبلغ 5,610 دولار و146 ألف جنيه جنوب سوداني من الجالية الإريترية في مدينة واو. كما تبرع صاحب شركة روز في واو ب5,000 دولار أمريكي، وأصحاب شركة قليلة التجارية ب6,000 دولار أمريكي، وصاحب مؤسسة مايكو التجارية ب3,000 دولار أمريكي، وصاحب فندق أوسكار ب4,500 دولار، وأصحاب الفنادق الصغيرة والورش الميكانيكية والعيادات والصيدليات وغيرها ب12,100 دولار أمريكي. وكان الإريتريون المقيمون في جنوب السودان تبرعوا سابقا في 3 جولات ب510,644 دولار أمريكي و3,784,050 جنيه جنوب سوداني. وقد وصل مجموع تبرع الإريتريين في جنوب السودان حتى الآن إلى 589,990 دولار أمريكي و6,525,800 جنيه جنوب سوداني. من جهة أخرى بلغت جملة تبرعات الإريتريين المقيمين في كندا 549,950 دولار أمريكي للتصدي لوباء كورونا.
أوضح مسؤول عيادة بلعبوي في مديرية وسط دنكاري الممرض عبد محمد الاستفادة الجيدة للسكان من العيادة لترسخ الوعي الصحي، وذكر أن الكادر الصحي في العيادة يقوم بجولات في القرى المجاورة لتقديم الخدمات الصحية إلى جانب استقبال المرضى في العيادة. وأشار إلى الاهتمام برعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال والأمهات وضمان نظافة البيئة ومكافحة الأمراض المعدية. وهاب السكان بأن تقديم أكد السكان بأن تقديم الخدمات الصحية وسط قريتهم أسهم في إحداث تغيير في العادات وترك العلاج الشعبي. وتقدم عيادة بلعبوي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال والنصح والإرشاد لسكان ضاحيتي بلعبوي وتاتوي سيما. بعد الفاصل سيداتي سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بحمى الإيبولا في أراضيها. وأكدت وزارة الصحة في الجمهورية أن أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك ظهرت في أول فبراير لدى امرأة في بلدة بينا بمقاطعة كيفو الشمالية، مضيفة أن المريضة توفيت بعد يومين في مستشفى بلدة بوتيمبو. وذكرت الوزارة أن فريق الاستجابة المحلي يعمل في موقع الحادث، كما سيتوجه إلى بوتيمبو قريبا فريق الاستجابة الوطني للتعامل مع تفشي محتمل للفيروس الفتاك. ويمثل هذا الإعلان بداية الجولة 12 من تفشي الإيبولا في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف العدوى بالقرب من نهر إيبولا عام 1976. وأعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية في نوفمبر الماضي عن اختتام جولة التفشي السابقة التي حصلت على بعد مئات الكيلومترات عن المكان الذي رصدت فيه إصابة جديدة، وأسفر التفشي هناك عن إصابة 130 شخصا توفي منهم 55. أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يدعم الدبلوماسية في التعامل مع التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، لكنه لن يعرض تخفيف العقوبات على إيران لمجرد إعادتها إلى طاولة المفاوضات. ويأتي هذا التوضيح عقب نشر تصريح لبايدن أدلى به ضمن مقابلة تلفزيونية قال فيه إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، وإن على طهران وقف تخصيب اليورانيوم أولا. وكانت إيران قد قالت إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء نسبته 20% في منشأة فورد النووية تحت الأرض، وهو ما يزيد كثيرا على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وإن كان أقل بكثير من نسبة 90% اللازمة لصنع أسلحة. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ترغب في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وإن الإدارة الأمريكية تعلم أنها غير قادرة على الحصول على اتفاق أفضل من ذلك الاتفاق. وأضاف ظريف أن بلاده ستنفذ قانونا سنه البرلمان بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع واشنطن العقوبات عن طهران. لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم، وظل أكثر من 200 شخص آخرين في عداد المفقودين بعد انهيار جزء من نهر جليدي في شمال الهند أدى إلى فيضانات مفاجئة جرفت مشروعات للطاقة الكهرومائية وجسور. ووقع الحادث في منطقة شامولي بولاية أوتراخند في جبال الهيمالايا على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. وأعلنت حكومة ولاية أوتراخند العثور على 18 جثة، وقال رئيس وزراء الولاية تريفيندرا سينغ إن 200 شخص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين. وقال قائد شرطة الولاية أشوك كومار للصحفيين إن عمليات الإغاثة والإنقاذ تجري على قدم وساق، وأن الجهود جارية لإنقاذ نحو 30 عاملا محاصرين في نفق مصنع.
وتم نشر فرق وطنية ومحلية لمواجهة الكوارث إلى جانب فرق من شرطة الحدود الهندية التبتية والجيش والغواصين للمشاركة في جهود الإنقاذ. تضرب موجة برد شمال أوروبا فيما غطت الثلوج كامل أرجاء هولندا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وأجزاء من ألمانيا ما أثر على حركة النقل الجوي والبري. وقد خرج سكان مدن هولندية وألمانية من منازلهم لممارسة نشاطات على الثلج رغم تدني الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الهولندية الإنذار الأحمر الذي نادرا ما يتم اللجوء إليه في كل أنحاء البلاد التي تضربها عاصفة ثلجية هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وأغلقت الحكومة الهولندية كل المراكز المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا لأيام عدة بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تتوقع البلاد أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر مدة 10 أيام. وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو تأخرت في مطار سكيبول في أمستردام، في حين أغلق مطار أيندهوفن في جنوب البلاد بالكامل. وألغيت كل رحلات القطار في البلاد حتى تلك المتوجهة إلى ألمانيا. سيداتي سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.